اهلا بيكم في حكايه سهم. النهارده احنا مش بنعمل فيديو عادي، النهارده احنا بنفتح كتاب اسرار البورصه المصريه في ماستر كلاس كامل هيغير طريقتك في الاستثمار للابد. عارف ان مؤشر البورصه المصريه طلع في الفتره الاخيره ارقام قياسيه تاريخيه؟ والسؤال هنا، انت مستفيد من الطفره دي ولا لسه بتتفرج من بعيد؟ اكبر خدعه بتقعد المبتدئين في مكانهم هي جمله: البورصه محتاجه ملايين. الحقيقه ان البدايه الصح ممكن تكون بمبلغ بسيط جدا، مبلغ زي 5000 جنيه مثلا. في عين المبتدئ هو مبلغ مش هيعمل حاجه، لكن في عين المحترف الذكي ده البذره اللي هيطلع منها شجره الثروه. البورصه بتشتغل بمبدا كره التلج، بتبدا بحاجه صغيره ومع الاستمرار واعاده استثمار الارباح بتكبر لحد ما تعمل رقم انت نفسك مش هتصدقه. بس قبل ما نحط جنيه واحد لازم تفهم الفرق بين اتنين: المستثمر اللي بيدخل يشتري حصه في شركه ناجحه، والمقامر اللي فاكر البورصه صاله لورق الكوتشينه. المحترف بيشتري في مشروع، يعني لما تشتري سهم انت بقيت شريك مع اصحاب الشركه في المباني والمصانع والارباح. المقامر بيمشي ورا الشاشه، السهم لونه اخضر يجري يشتري، لونه احمر يخاف ويبيع. ودي اسرع طريقه لتدمير المحفظه. النهارده انا هعلمك الخطه الثلاثيه: ازاي تختار الشركه، امتى تدخل تشتري، وازاي تحمي فلوسك من تقلبات السوق. يلا بينا ندخل في الجد ونبدا بالجزء الاول: التحليل المالي والقطاعات القوية في مصر. أول قطاع دايما بيلفت نظر المحترفين في مصر هو قطاع العقارات. ليه؟ لأن العقار أصوله ثابتة وبيرتفع سعره مع التضخم. لما تيجي تبص على سهم عقاري مش بتبص على سعر السهم في السوق، انت بتبص الشركة دي عندها مخزون أراضي قد إيه ومشاريعها فين. القطاع الثاني هو قطاع الأسمدة والبتروكيماويات. الشركات دي ميزتها الكبرى إنها بتصدر بره مصر، يعني أرباحها بالدولار. وجود سهم تصديري في محفظتك هو بمثابة درع حماية. لو حصل أي هبوط في العملة المحلية السهم ده بيعوضك لأن قيمته مربوطة بالدولار. القطاع الثالث هو البنوك والخدمات المالية، ده عصب البورصة المصرية. البنوك الناجحة أرباحها بتزيد مع رفع الفايدة والتوسع الرقمي. بس خلي بالك، في شركات بتعلن عن أرباح ضخمة بس لما تيجي تبص في الدفاتر تلاقيها أرباح على الورق ومش سيولة حقيقية. المحترف دايما بيدور على حاجة اسمها التدفقات النقدية، يعني الشركة بيدخلها كاش فعلي في إيدها تقدر تطور بيه شغلها. الشركات الكبرى بتعمل حاجة ممتازة اسمها توزيعات الأرباح، يعني كل سنة بتديك جزء من كسبها كاش في حسابك من غير ما تبيع أسهمك. التوزيعات دي مع الوقت بتتحول لمرتب تاني، انت نايم في بيتك والشركات الناجحة بتبعت لك نصيبك من المكسب. خلاص عرفنا نختار الشركة القوية؟ تمام. نروح بقى للجزء الثاني والأهم: امتى نشتري السهم ده بالظبط؟ التحليل الفني مش سحر، هو علم قراءة سلوك البشر على الشرط. ازاي نعرف ان السهم جاب اخره في النزول وجاهز يطلع؟ كل سهم ليه حاجة اسمها مستوى الدعم، انا بحب اسميها ارضية السهم. ده السعر اللي المشتري التقيل بيظهر عنده ويمنع السهم انه ينزل تاني، وقصادها فيه مستوى المقاومة او سقف السهم، ده السعر اللي البياعين بيبقوا مستنيين عنده، فكل ما السهم يروح له يخبط فيه ويرجع. دايما نخلي جزء من محفظتك كاش. الكاش وقت هبوط السوق هو الملك، هو السيولة اللي بتخليك تشتري الأسهم الكنوز بخصم كبير. ما تعلمش زي اللي بيحط البيض كله في سلة واحدة، نوع محفظتك بين 3 ل5 أسهم في قطاعات مختلفة عشان لو قطاع ريح التاني يسندك. البورصة أرقام وانضباط، حط خطتك قبل ما تدخل والتزم بيها أفيه. ابعد مشاعرك تماماً عن شاشة التداول. 5000 جنيه اللي اتكلمنا عليها في الأول افتح بيها حساب النهاردة، جرب في سهم واحد وتعلم بالتطبيق العملي. قول لي في الكومنتات ايه اكتر سهم شاغل بالك دلوقتي ونفسك نعرف حكايته مع بعض. اشترك في القناة عشان تتعلم تصطاد صح. استثمر بعقلك مش بودانك. سلام.